عزيزي المشاهد اللي على الحديدة، أهلا بيك في حلقة جديدة. بقالي فترة كبيرة ما بصورش أو ما بشتغلش على حاجة معينة، ولكن لما حبيت أرجع أصور تاني وأجرب يكون مع حاجات مميزة زي اللابتوب ده. لو تفتكر لابات سكار هي اللي فتحت الباب لنسخ الهاي اند في مصر. أول لابتوب منهم نزل في مصر كان في 2023 وكان باسم سكار 18 برضه، وده واحد من اللابات اللي للمفاجأة ما حبيتوش، مش عشان هو وحش جملة وتفصيلا، ما كنتش مقتنع قوي بإني أدفع مبلغ 150 ألف جنيه وقتها ويكون الجهاز فيه حاجات ناقصة. كان جهاز لابتوب قوي جدا من حيث المواصفات، بس ما اقنعنيش وهو ب 150 الف جنيه وقتها. دي الفئه اللي خلاص بتنقل من فكره اللابات التقليديه اللي احنا متعودين عليها لما يعرف مؤخرا بالدي تي ار او الديسكتوب ريبليسمنت، بمعنى ان اللابتوب اللي قدامك ده كابعاد ووزن ومواصفات كتيره على فكره اللابات التقليديه، لدرجه انها بتوصل لاداء قريب من البي سي في بعض المواصفات، لكن مع امكانيه انك تقدر تتنقل بيه. لكن خد لي بالك من الحته دي وشد لي تحتها 7 خطوط حمر كده، هو ليس بديل للبي سي. معلش يعني كارت زي ال 50 90 بتاع البي سي لوحده من غير اي حاجه جنبه بالثمن الجهاز واتقل من الجهاز نفسه، لكن في ظروف معينه النوع ده من الاجهزه بيكون حل افضل من البي سي. زي مثلا اهم ظرف واكثرهم انتشارا واقناعا هو انك تتنقل بيه كتير جدا شبه بشكل يومي. ومن النقطة دي هتبدأ بقى تبص على الجهاز الجديد من ايسوس في نسخته ال 2025 اللي الحقيقة جايب تغييرات جذرية عن نسخة 2023 اللي ما عجبتنيش، زي مثلا الشاشة. والشاشة هي أول حاجة بتجذبك في أي لابتوب ناوي تشتريه، لأن الشاشة من ضمن حسبة المواصفات والسعر. لو وحشة فأنت لبستها فور ايفر. ممكن تجيب شاشة سنوية، ده لو أنت هتقعد بيه في مكان واحد، لكن الشاشة الأساسية في الفئة دي شيء مهم جدا وما ينفعش تتنازل عنه. عشان كده ايسوس في نسختها بتاعت 2024 ونسخة السنة دي استخدموا الميني ال اي دي، وهي شاشة كمستوى الوان افضل بكتير من الشاشات الاي بي اس والاي بي اس ليفل. على حسب التصنيفات هي تاني احسن نوع شاشة من حيث الالوان كدقة عرض وتغطية للناس المهتمة بشغل الالوان بعد الاوليد على طول. ولكن ميزة الشاشات الميني ال اي دي الاهم هو الوضوح. خليني اقول لك ان شاشة اللابتوب هنا من حيث دقة الالوان وعرضها ممتازة جدا، لانها بتقدر تغطي نسبة 99% من سكوب الدي سي اي بي 3 و91% من سكوب الادوبي ار جي بي، وطبعا 100% اس ار جي بي. خد عندك كمان ان دقه عرض اللون الواحد مذهله جدا. انت بتتكلم ان متوسط تشوهات اللي ممكن تلاحظها عين الانسان من الشاشه هو دلتا اي 1.11. طبعا نسبة الخطأ الأكبر كانت في عرض الألوان قريبة من اللون الأسود، لأن في الأول وفي الآخر دي شاشة ميني ال اي دي، حتى لو هي بنيتها مختلفة عن الشاشات ال اي دي العادية إلا إنها في النهاية ال اي دي، لكن ألوانها أفضل بكتير ومتشبعة ووضوحها أعلى بكتير. في شاشتنا هنا بيوصل لل 710 نتس، وكمان تعاملها مع المحتوى اللي طاغي عليه اللون الأسود أفضل بكتير، لأن الباك لايت هنا متوزع على الشاشة كلها، وعندك كمان لوكال ديمينج، بالتالي أنت تقدر تنزل اضاءه الباك لايت لاقل نسبه ممكنه. الشاشه في الميني ال اي دي في النوع ده من اللابات هي اختيار كويس جدا واكبر واهم فرق عن نسخه 2023. لو بيدور في بالك سؤال يعني هو اللابتوب بالسعر ده وكمان مش اوليد؟ بالسعر ده وفي اغلى من كده كمان، والشاشه ميني ال اي دي مش اوليد. اختيار الميني ال اي دي عملي واقل خطوره من الشاشات الاوليد، مع ان الجهاز بمواصفات خلينا نقول احدث لانه جايب نفس دقه العرض ال 2K بلس او ال 2560 في 1600 مع تردد 240 هرتز ودعم صريح للجي سينك من انفيديا زي النسختين اللي فاتوا. وتجربتها في الالعاب ممتازه جدا بصراحه، ما حسيتش ان في اي نوع من انواع الديلي من انواع الجوستنج. بس انا شايف ان اختيار الريزولوشن هنا ده عقلاني جدا، لان الكارت اللي موجود في الجهاز هو الار تي اكس 5090 5090 بس نسخه اللابات، وهي نسخه اقل بكتير من نسخه ال 5090 اللي في البي سي. ولو انت متابع كويس هتعرف ان ال 5090 في اللابات حتى وهو برامات 24 جيجا فهو جاي للاسف بيقدم اداء اقرب ما يكون لل 5070 تي اي. ممكن تقول انه ما بين ال 5070 تي اي وال 5070. هو شيء محبط شويه زي كل كروت انفيديا من الجيل الجديد، بس هو ده الطبيعي لان الكارت كله على بعضه ما بيسحبش اكتر من 175 واط. خلي بالك ان اللي نافع الكارت هنا هو ان عدد الانويه الكتير على الوات القليل. الليمت هنا مش من ايسوس نفسها انما من انفيديا لاسباب كتيره خلينا نقول نوعا ما عقلانيه. يعني هنجيب منين دايره باور
باور ودايره تبريد للابتوب في سمك 3 سم ووزنه 3 كيلو وشويه، فالمعادله هتضرب مننا شويه. فتقدر تقول ان هي مقايضه، ومقايضه مجحفه شويه، بس هو ده المعيار اللي السوق كله شغال بيه دلوقتي. السبب التاني اللي يخلي الجهاز ده بيقدم نفسه جهاز دي تي ار من الدرجه الاولى بعد كارت الشاشه هو البروسيسور اللي هيكون الكور الترا 275 اتش اكس، تاني اعلى بروسيسور من انتل في الجيل الجديد. هو زي الاعلى منه في المواصفات بتاعه الانويه، 24 نواه مع 24 ثريد، طبعا متقسمين ما بين انويه اداء وانويه كفاءه، بس بباور ليميت اقل شويه، اللي بالمناسبه ده نفس عدد الانويه والثريدز في بروسيسور زي الكور الترا 9 285 كي في البي سي، باداء يتخطى اداء بروسيسور زي ال 14700 كي باستهلاك طاقه لا يتعدى ال 107 واط. وانا شايف من وجهه نظري ان دي احسن قفزه اداء شفناها من انتل في الجيل الجديد. ممكن نقول ان قفزه الاداء هنا احسن بكتير من اللي قدمتها في عيله البي سي المعتمده على نفس المعماريه، وخصوصا مقارنه بالجيل اللي فات من بروسيسورز الالترا وحتى اللي قبله جيل ال 13 وال 14. لانك لو تفتكر الالترا 9 185 اتش كان يا دوبك بيجيب اداء ال 14400 بالعافيه. عشان كده بقول لك ان دي احسن قفزه في الاداء شفناها من بروسيسورز انتل. وغير كده كمان بتثبت ان اللابتوب هنا هو ديسكتوب ريبليسمنت فعلا، لان دي منطقه اداء كان صعب ان بعض اللابات توصل لها في فتره فاتت حتى لو كانت بنفس السعر. بجمله بقى المواصفات الجباره، النسخه جايه برامات 64 جيجا في وضعيه دول تشانل، ودي اقصى مساحه تقدر تركبها، ودي النسخه المتاحه في مصر بشكل رسمي. اللي كمان مميز في النسخه اللي هتكون متاحه في مصر مش الرامات ولكن الاس اس ديز او وحدات التخزين، اللي مش بس بحجم 4 تيرا كتوتال مساحه، وبتوصل معاك سرعات القرايه ل 12 جيجا في فاصلة 8 في الثانيه الواحده، وسرعات كتابه توصل ل 9 جيجا في فاصلة 2 في الثانيه الواحده. وانما عشان هم بيكونوا 2 اس اس دي في وضعيه الريد زيرو، ده السبب في المساحه والسبب طبعا في السرعه، لان الاثنين الاس اس ديز اللي موجودين معتمدين على خطوط الجيل الرابع. بالنسبه لي المنظومه دي مش افضل سيناريو استخدام، وبتكلم هنا بشكل شخصي، لان لو مثلا حبيت انك تنزل ويندوز محتاج تعمل باك اب لكل الداتا، فانت محتاج مساحه خارجيه بنفس المساحه الداخليه. لو لا قدر الله حصل مشكله في واحد من الاس اس ديز، الداتا هيكون على الله حكايتها، ومفيش اي طريقه ترجع بيها الداتا دي من تاني. ففكره الباك اب دي هتكون اساسيه بالنسبه لك. عشان كده انا افضل انك لو ناوي على الجهاز ده ان شاء الله تفك منظومه الريد وتستخدم كل اس اس دي لوحده، لان كمان مفيش اماكن تركب فيها اس اس دي زياده. الموديل بيجي بكيبورد عادي مش ميكانيكال، بس ليه فيدباك لطيف وارتفاعه عالي شويه عن هيكل اللابتوب. بينور ار جي بي بالكي وبالحجم الكامل، يعني عندك النمباد بالترتيب الطبيعي مع 5 زراير ماكرو كيس تقدر تغير الوظائف الاساسيه بتاعتهم لاي حاجه انت عاوزها. التراك باد حجمها كبير جدا بس ما فيهاش اي حاجه غير تقليديه، وتحسها متوسطنه على حجم الكيبورد مش هيكل اللابتوب. كده كده انا ما استخدمتهاش كتير لان الجهاز كان جاي معاه ماوس ضمن المشتملات الجلاديوس 3 وايرد او يو اس بي مش وايرلس، وده ما عجبنيش لان نادرا لما حد بيستخدم لابتوب مع ماوس وايرد، دايما وايرلس عشان زحمه اقل. طبعا الشيء اللي بيميز لابات سكار موجود في الجيل الجديد بشكل مختلف شويه، او تقدر تقول بنسبه اكبر، وهو استريب الار جي بي اللي بيكون لافف داير ما يدور حوالين الجهاز من تحت، على عكس الاجيال اللي فاتت كان بيكون فيه اجزاء منفصله بسبب التبريد. وبالمناسبه الجهاز فيه اي ار كاميرا عشان الفيشل ريكوجنيشن، الظهر فيه لوجو ار او جي بينور ار جي بي، وشاشه انمي اللي بتقدر تظهر عليها اشكال وكلام كتير انت عاوزه، وده بالمناسبه من ضمن اختلافات التصميمات اللي فاتت. التبريد متركز بشكل كبير عند منطقه واحده بس تحت الشاشه عشان تكون اولا بعيده عن المستخدم، ثانيا هي المنطقه الوحيده اللي بتخرج منها كل حراره المكونات الداخليه. الغريب بقى ان الجهاز ده على كل الهيلمان ده هو تولس، يعني انت مش محتاج مفك او اي ادوات للدقه عشان تعرف توصل للمكونات الداخليه. حتى تصميم الميكانيزم المسؤول عن الفك والتركيب للظهر مش معقد او صعب، بالعكس سهل جدا، لدرجه ان ايسوس بتشجعك انك تفتح الجهاز وتنضفه، ودي بصراحه شايفها ميزه مهمه جدا على عكس الاجيال اللي فاتت اللي كان بيجي فيها يجي 500 مسمار عشان بس تعرف تعمل ابجريد او تعرف توصل للجهاز نفسه. ويمكن السهوله دي عشان الهيت سينك الضخم اللي جاي بنظام الغرف البخاريه اللي مغطي على كل مكونات الجهاز الاساسيه. عندك 3 مراوح هتقابلهم مسؤولين عن عمليه التبريد، واحده لكل مكون اساسي زي السي بي يو والجي بي يو، واحده للسيستم بتفضل شغاله طول الوقت على سرعات قليله جدا غير مسموعه تماما. درجه حراره الكارت مع الالعاب في سيشن العاب طويله جدا كانت ممتازه 76 درجه، وبدات لك بيها لان درجه حراره البروسيسور كانت 96 درجه مع تواجد اختناق في بعض الانويه. للاسف درجه حراره البروسيسور دي مش افضل حاجه، بس
دي مش درجة الحرارة الطبيعية. المفروض كمستخدم او حد هيشتري الجهاز ده مش هتقابل درجة الحرارة دي. في الغالب دي هتكون في النسخة اللي معايا انا، لان انا لما قارنت الارقام اللي طلعت معايا بارقام مراجعات تانية من اكتر من ميديا مختلفة، كانت درجات حرارة السي بي يو اقل من اللي طلعت لي. غير كده كمان دي مش اول مرة اجرب لابتوب فيها بروسيسور 275 اتش اكس على نفس الباور ليميت اللي جاي بيه، بالتالي درجات الحرارة هنا كانت غريبة بالنسبة لي ومش مظبوطة. يمكن البروسيسور نفسه كان فيه مشكلة، او عشان النسخة دي هي نسخة مراجعة فاتبهدلت شوية بسبب عملية الروتيشن، طلعت درجات الحرارة دي. على اليمين ما عندكش منافذ توصيل كتيرة، هم كلهم على بعض 2 يو اس بي 3.2 جين 2 تايب اي. على الشمال كل المنافذ الباقية اللي انت محتاجها، زي مدخل الباور الجديد اللي بيقدر يمد الجهاز لحد 400 واط، مدخل لان بسرعة 2.5 جيجا بت بجانب ان انت عندك الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4، واحد اتش دي ام اي 2.1 عشان شاشة خارجية، واحد يو اس بي 3.2 جين 2 تايب اي كمان، واثنين ثاندربولت 5 تايب سي عشان توصل عليهم شاشات خارجية. او لو مش عاجبك الكارت اللي موجود في الجهاز تقدر تجيب كارت RTX 5090 زي بتاع البي سي بالظبط وتركبه. واخيرا وليس اخرا منفذ 3.5 كومبو للصوت. جهاز زي ده سعره هو 265 الف جنيه مصري وقت تصوير الحلقه، او على حسب ما لقيت بالدولار 4500 دولار. مين المجنون اللي ممكن يدفع رقم في مكنه زي دي؟ يعني هو اللابتوب ب 40 الف جنيه ده اثر معاك في حاجه؟ عاوز اقول لك ان المواصفات اللي بالشكل دي زباينها كتير وكتير قوي كمان، واللي اعرفه عن الاجهزه دي في مصر ان الطلب عليها غير عادي. وخليني اقول لك على المفاجاه واحتمال ما تسمعهاش من اي حد، النسخ دي بيتعمل عليها بيدنج في مصر، يعني مزايده. دي مكنه مواصفاتها مش عاديه وما هياش معموله لمستخدم عادي اللي ممكن يظبط اموره بمواصفات اقل من كده سعر واداء. ما تبصش للموضوع من منظور ميزانيتك واستخدامك، لازم تكون منفتح اكتر لفكره ان كل منتج ليه المستخدم بتاعه. عادي يا عم ميزانيتك ما تجيبش ده، انا ميزانيتي ما تجيبش ده، ولو ميزانيتي تجيب ده مش هجيب ده لان استخدامي مش مناسب لده. بس غيري عادي يدفع الرقم ده واعلى كمان، وشفته بيدفع الرقم ده لان شغله هيجبره على كده. في النهايه المستخدم هو سيد القرار في يشتري ايه وما يشتريش ايه، مش الشركه المصنعه ايا كانت هي مين وبتعمل ايه. او انه يعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه ويسيب راي تحت في التعليقات. وكالعاده اشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.